طبعا هاي كسور جبت اليوم عظام رجلين مال عجيل. بالبداية أنا أنقعها هيج، أنقعها وأغسلها زين. هاي بعد ما غسلتها وصفيتها هسه نطبخها. هسه أحط لها ماي، هذا ماي حار. أنا شوية عفيتها تبخر هيج دقائق. هسه تمام. هاي بهارات المطحونة، هاي بهارات كركم وبهارات تشريب وبهارات مشكل، وهاي دارسين، وهاي نوم وبصرة مطحون. البهارات المطحونة بالبداية كلهن نحطهن، أي شي من هاي البهارات ما تحبوها عادي لا تحطون. وهاي بهارات عدلة يعني ما مطحونة. هذا فلفل حب، وهذا قرنفل، وهنا هيل ونوم وبصرة وورق غار هم نحطه عليه. نحطه عليه نغطيها نشوفها. طبعا انا كل ما اجي افتح القبق عليها لازم اوخر الرغوة، كل ما اشوف رغوة هاي الزفرة من تطلع فوق اوخرها. احط طماطة قوية، لازم تحطون اي تشريب تسووه لازم تحطون طماطة. ليش الطماطة مختار؟ الطماطة تسحب الزفرة ما بتملحن. السمو مالتها انا ما حطيت، شفتوني لا حطيت دهن ولا زيت ولا اي شي. هاي الدسومة مالتها طلعت. هسه احط لها ملح، خاشوقة كبيرة هيك. هسه انصيها خليها على نار هادئة. هسه اخذ هذه التشريب احطها على صفحة هيك هنا قالب. شوفوا دهن، انا ما حاطة دهن. شلون طلعت هاي الدسومة مالتها والفوائد. يلا نشوف الكسور شو اخبارها. هسه نطفيها كملت. وهاي الكسور بعد ما استوى الزايد وهذا طلع من عندها، يعني هذا اللي يسموه لقم. شوفوا طبعا وفوائدها تخبر. هسه بعد ما تركتها بالثلاجة وبردت كلش حطيتها بالفريزر على مود اقدر اقصها مربعات واقدر احتفظ بيها، اسويها يعني طبخات على قد الطبخ. وهاي بعد ما قصيتها بالسكين شوف شلون صارت. سويت المربعات وخليت بين كل طبقة وطبقة هيك كيس على مود ما يتلازقن، وكل طبخة اطلع المربع واحطه ويا التشريبة ويا المرقة، لان بيها فوائد كلش هواي. قلنا بيها فوائد لألم العظام المفاصل، وكولاجين للبشرة للوجه، شد البشرة. هسه هاي الوصفة مالتنا كملناها.